هو لا يحرم أرضا من بذاره. هو يريد أن الجميع يخلصون، ويريد أن الكلمة تصل إلى كل أحد. هو لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، فيلقي كلمته حتى إلى الخاطئ. ألقى كلمته إلى بلعام وهو عارف إن بلعام ده يحب الفلوس. ألقى كلمته للكل، للكتبة، للفريسيين، للصدوقيين، للكل. الأنبياء ألقوا الكلمة إلى الشعوب كلها. موسى ألقى الكلمة إلى فرعون، ألقاها إلى الشعب الصلب الرقبة المعاند. لوط ألقى الكلمة إلى أهل سادوم. الكلمة تصل كل واحد. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان. لا تقل لم تصل إلي كلمة الله. وصل. المهم ما مفعولها فيك. وصلت لك الكلمة عن طريق الكتاب المقدس، وصلت لك الكلمة عن طريق العظات في الكنيسة، وصلت لك الكلمة عن طريقة القراءات أثناء القداسات، وصلت لك الكلمة عن طريق الأحداث اللي بتمر. أحداث يعني الأنبا أنطونيوس وصلت إليه الكلمة عن طريق موت أبيه. أبوه ميت، لكن في كلمة جات له إن الحياة فانية، وإن أبوه لم تنفعه لا ثروته ولا سلطانه ولا غناه، ومات وخرج من العالم بغير إرادته. الكلمة بتصل. المهم ما مفعولها فيك. البذرة هي كلمة الله إليك، رسالة روحية إليك. البذرة بطبيعتها فيها حياة. البذرة بطبيعتها فيها حياة، لكن إذا لم تستجب لها الأرض تبقى الحياة التي فيها بلا مفعول. إيه الأرض وإيه التربة؟ الأرض والتربة هي العقل، القلب، الإرادة، الرغبة في التنفيذ. الرغبة في التنفيذ. إنما يجب على الذين يوصلون كلمة الله أنهم يوصلوا كلمة ربنا نفسها، وليست كلمة من عندياتهم، وليست مفاهيم بشرية تلقى للناس. والله هو اللي بينمي. المهم ان الارض تقبل، الزارع يكون زارع مظبوط، فاهم الارض وطبيعتها ومواسم الزراعه الى اخره، والبذره تكون بذره حيه، والارض تقبل البذره فيها، وبعدين الله هو الذي ينمي. زي ما قال بولس الرسول: انا غرست وابولس سقى، ولكن الله هو الذي كان ينمي. دي أول حاجة. السيد المسيح تكلم بأمثال
ولما التلاميذ سألوه ليه بتتكلم لأمثال، قال لهم أنتم قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار الملكوت، أما فلهؤلاء فلم يعطى. يعني أسرار الملكوت أعطيت للتلاميذ لكن لم تعطى لباقي الناس. طبعا أسرار الملكوت دي حاجات كتير شرحها بولس الرسول، وقال السر المكتوم في الدهور وأعلن لينا. اتكلم عن السر اللي هو سر التجسد والفداء، واتكلم في رسالته إلى تيموثاوس الأولى إصحاح 3 آية 16: العظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وأسرار الملكوت اتكلم أيضا في رمية إصحاح 11، فقال لا أريد أن تجهلوا هذا السر، إن القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وحينئذ يخلص جميع إسرائيل، أي يدخلون في الإيمان ويقبلون الإيمان المسيحي. كل دي أسرار خاصة بالملكوت. أعلنت هذه الأسرار للتلاميذ ولكن ليس لكل أحد. السيد المسيح كان بيقول حاجات للشعب كله، وكان بيقول حاجات للتلاميذ. علشان كده نجد في لوقا 12 لما اتكلم على السهر والحاجات دي، وإن لازم رب البيت يسهر إلى آخره، فقال له التلاميذ: ألنا قلت يا رب هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال لهم: يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فالتلاميذ كانوا يختلفون عن الباقين، إنهم أعطيت لهم أسرار الملكوت والباقون لم تعطى لهم. لم تعطى لهم من أجل قساوة قلوبهم، من أجل رفضهم. ربنا عايز يقول لكن مش الكل. التلاميذ أعطاهم الرب أسرار الملكوت لأن لهم عيون تبصر وآذان تسمع. قال لهم: أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. أنت عايز تصل إليك أسرار الملكوت، لازم تكون لك عيون تبصر وآذان تسمع. التلاميذ لم يكونوا كالباقين. الباقون أغلقوا عيونهم لكي لا ترى، لها عيون ولكنها لا تبصر، كانت قلوبهم ثقيلة. يسمعون الكلمة ولا يلتقطونها، يسمعون الكلمة ولا يلتقطونها، لا يدخلونها إلى قلوبهم، يهربون مما يحتاجون إليه. المسيح بيقول لهم: الذي له يعطى فيزداد، والذي ليس عنده فاللي معاه يتخذ منه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الذي يقبل الكلمة يعطى إدراكا روحيا لكي يفهمها.
والذي عنده الفهم الروحي يعطى إرادة قوية لكي ينفذ.